حاسس ان الداخليه عامله كمين للزمالك. انا شايف ان عمرو حسن المدير الفني لفريق الداخليه عامل كمين فعلا للزمالك. هو خد اللي هو عايزه في الشوط الاول، خد اللي هو عايزه. يا باشا انت عايز الاستحواذ، خد الاستحواذ 70% استحواذ للزمالك. بس وبعدين هو طلع باللي هو عايزه، التعادل السلبي لحد اما يشوف هيعمل ايه. ده بالعكس، ده مسك اخر الشوط الاول وكان هيجيب اكتر من جول. في بس كام حاجه كده كنت عايز اتكلم معاكم فيها. اولا في بيان طلع من الزمالك كده بيقول ان هو خد كل غرامه كهربا، وان هو خلاص خلال الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده هيكون كل حاجه خلصانه، وهتكون الفيفا بتبلغها ان كمان كهربا دفع الغرامه. في حاجة تانية، فتوح رجع، وفتوح واضح جدا ان هو مؤثر مع الزمالك، وواضح ان هو ذو اهمية كبيرة قوي مع الزمالك، وعودته عودة مؤثرة. في بس حاجة مش فاهمها، ان هو بدأ بصبحي. طب انت يعني رجعت تبدأ بصبحي ليه؟ هل بتجربه؟ هل شايف مثلا ان ده ماتش ملوش لازمة؟ هل بتريح لعيبة؟ هل بتريح عواد؟ هل بتقارن بين الاتنين؟ والله الله اعلم. برضه اتفاجئت ان هو بادئ بتلاتة كده اساسي: ناصر ماهر وسيف جعفر وعبد الله جمعه في وجود زيزو. فانت عندك كتير قوي بيصنعوا لعب، وعندك واحد بس اللي هو ناصر منسي هو الوحيد المهاجم الاساسي. اللي اتفاجئت من كتر التكتل الدفاعي لفريق الداخليه، ناصر منسي بينزل يستلم. هي دي حاجه حلوه اصلا، انا شفتها ان ناصر منسي مع ناصر ماهر الاتنين بياخدوا ويروحوا مع بعض، ده يطلع محطه ده يرجع تاني يطلع ده محطه، فدي حاجه كويسه. لان طبعا الدفاع اللي عامله كابتن عمرو حسن دفاع تقيل جدا، ومستحيل ان انت تكسره بسهوله. في حاجه تانية يعني، عبد الله السعيد عبد الله السعيد وتحركاته. عبد الله السعيد اللي بيلعب كرة ويطلع ياخد مكان اللعب اللي كانوا بيلعبوا مع الاهلي ومع بيراميدز، والزمالك مش عارف يحققه لحد دلوقتي. ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، وانه علامه استفهام كده على تحركات عبد الله السعيد اللي محدش بيلعب له. نيجي بقى لاول فرص اللقاء. اول فرص اللقاء اللي هي في الدقيقه 18، اللي هو تقريبا بعد نص الشوط الاول ما خلص. كانت اول فرصه كانت نصيب الزمالك عن طريق ناصر ماهر، اللي شاط كوره، شاطها مش رفعها، شاطها من كتر قوتها جت على دماغ ناصر منسي طلعت بره خالص. الهجمه الثانيه في الدقيقه 20، يعني خلاص الدنيا ابتدت تفتح. زيزو بيعمل اسيست بصدره كده لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيشوط شوطه بتطلع بره الملعب. في الدقيقه 21 ناصر ماهر بيعمل اسيست لدونجا ولا اروع، وبرده الكره دي تضيع. في الدقيقه 23 فتوح بيلعب واحده حلوه جدا جدا لناصر منسي، اللي كان مميز فيها الحارس بتاع الداخليه اللي هو محمد مجدي. رجع خطوتين لورا وفرد تراي ومسك الكوره ما صدهاش وبس. بعد كده هجمه للداخليه، كورنر للداخليه في الدقيقه 39. في لعيب في الداخليه اسمه حسونه بيطلق دان على صبحي اللي عمل لها كده. الحمد لله ان هي ما نزلتش في مرمى الزمالك. واخر فرص الشوط الاول كانت عباره عن ان زيزو رفع كورنر لحسام عبد المجيد اللي وجهها بقوه حلوه، رجعت تاني لدونجا اللي ما بينه وما بين خط المرمى متر، طلعها بره خالص بشكل غريب وعجيب، شاطها بعرض الملعب. اشوفكم بعد الشوط التاني هيبدا اهو، ان شاء الله خير. بعد الشوط التاني كده تغيير بسيف فاروق جعفر لشلبي. انا شايف ان شلبي احسن بكتير، لازم يبقى في جناح هنا ثابت، ودخول ناصر ماهر في الوسط. ناصر ماهر هيكون افضل، مع ان موجود برضو معانا عبد الله السعيد. برضو احنا بنلعب بفكره صناع اللعب الكتير. في الدقيقة 51 شلبي بيشوط واحدة في السماء، أنا مش فاهمها، بس تقريبا مدرب الزمالك أمر دلوقتي بإن يبتدوا يشوطوا على الجون. في الدقيقة 53 عبد الله بيطلق دانة حلوة جدا. زيزو بيعمل رأسية باللوب، بيعمل لوب كده برأسية حلوة يتألق فيها محمد مجدي في الدقيقة 56. في الدقيقة 57 دونجا بيدي واحدة الزناري اللي بيلعبها وهو مش معدول بجسمه، وتألق برضه من محمد مجدي، ودي حاجة كويسة. في الدقيقة 59 فتوح بيطلع وبينزل عمر جابر. وفي الدقيقة 67 أوباما ناصر ماهر بيطلع وبينزل أوباما. ولسه الوضع زي ما احنا، الزمالك ضاغط والداخلية عامل كمين متكتل دفاعيا، ولحد دلوقتي مش عارف المباراة رايحة لفين، وادينا بنتفرج وبنشوف. كمل الماتش في الدقيقة 73 اوباما بيلعب رأسية بجوار القائم ضعيفة وراحت بجوار القائم.
في الدقيقه 75 الزناري بيتبدل وبينزل سامسون اكينيولا عشان نلعب بسامسون وناصر منسي الاثنين جنب بعض، اتنين مهاجمين صندوق، واوباما طبعا بيلعب شادو سترايكر. في الدقيقه 75 اوباما بيلعب واحده في منتهى الوحاشه، في منتهى الوحاشه جنب العارضه بست شوارع، انا اصلا مش عارف هو لعبها كده ليه. في الدقيقه 78 هجمه كده للداخليه على استحياء. في الدقيقه 80 شلبي بيلعب واحده ضعيفه بيتالق فيها محمد مجدي وبيعمل لها منظر. في الدقيقه 83 بقى دونجا في وجود عبد الله السعيد وفي وجود ناصر ماهر بيلعب واحدة عالمية عشان عمر جابر يستلم استلامة من زمن كتير ما شفناش عمر بيستلم الاستلامة دي، وبيحطها برجله اليمين في الزاوية البعيدة. هدف مميز جدا. والدقيقة دلوقتي اهو بقت 87 والداخلية فتحت خطوطها خلاص طبعا، 1-10. هنشوف الماتش هيرسى على ايه. انتهى لقاء الداخلية والزمالك بهدف غالي وثمين لعمر جابر. عمر جابر اللي قدر يكسر الكمين اللي كان عامله الداخليه. المفاجاه بالنسبه لي ما كانتش في كده، المفاجاه بالنسبه لي في ان الداخليه لما فتحت هجومها دقيقتين وحست ان هي هيجي فيها جون تاني او جون تالت، رجعت والزمالك استكفى برضه، الا بس يعني كره سامسون كده جه يلعبها فناصر منسي وقف قدامه، لدرجه ان معلق المباراه قال ان ناصر منسي صدها المدافع ناصر منسي. مفيش جديد. 3 بونت غاليين هيرفعوا برصيد الزمالك في جدول الدوري العام. مبروك للزمالك وجمهوره، حظ موفق للفريقين، وطبعا مان اوف ذا ماتش طبعا محمد مجدي. سلام.